في حاجات غير قابلة للشرح ولا تخضع للعلوم. في حاجات غير قابلة للشرح ولا تخضع للعلوم. أكيد مقصودة مش مجرد صدفة. يبقى مين اللي ساب الورقة ومشي من عند صاحب الدكتور؟ ملامح الراجل مش واضحة لأنه كان لابس كاب على راسه. ده كأنه كان قاعد معانا وبيسمع اللي بيتقال وقتها. لقيت مكتوب بخط واضح: في حاجات غير قابلة للشرح ولا تخضع للعلوم. مستحيل كل ده يحصل بدون أسباب. أكيد مقصودة مش مجرد صدفة. ما تنساش تشوف الراجل اللي ساب لك الورقة في الكاميرات. حاجة سودة بتتحرك بين الأوض، وفي نفس الوقت اللي كان موجود فيه آسر. الحاجات دي موجودة حوالينا وبتحس بينا، والمفروض نحس بيها. هو صاحبي ليه ما عادش الكاميرات عشان يشوف ملامح الراجل ده ويعرف مين هو؟ ولما جت تدخل الأوضة اللي فيها آسر تراجعت. في حاجات كتير بتحصل حوالينا ملهاش تفسير علمي، وفي كائنات عايشة معانا بتحس بينا وعايزيننا نحس بيها. مستحيل كل ده يحصل بدون أسباب. تبدأ الحكاية بزيارة آسر ليا بعد فترة كبيرة من مقابلتنا الأخيرة. آسر هو المحاسب اللي ساعدني في عمل ميزانية العيادة بتاعتي السنين اللي فاتوا. رشحه ليا دكتور صاحبي، كان آسر بيخلص له حسابات عيادته برضه، ومن ساعتها وأنا وآسر أصحاب، لحد ما جالي تليفون من آسر بيطلب فيه مقابلتي في العيادة علشان يكلمني في موضوع مهم. واستقبلته في العيادة ودردشنا في كذا حاجة لحد ما آسر فتح لي قلبه عن حادثة الطيف. حسيت في الأول إنه متردد يحكي، لكن هو ارتاح في الدردشة معايا وحس إن أمين كفاية إنه يحكي لي. قال لي إنه شاف طيف لونه أسود على هيئة بخار أو حاجة عاملة زي الدخان، وإنه شافها أكتر من مرة. طولها طول إنسان لكن بتتحرك بخفة زي البشر على رجلين، مكسية سواد في سواد. وكمل آسر كلامه وحكى على موت عم إبراهيم جاره لما الطيف دخل بيت عم إبراهيم في اليوم اللي قبل موته على طول. وقال لي كمان على التورتة اللي لقاها قدام بيته، واللي لحد دلوقتي ما نعرفش جت منين ولا جت ازاي. طبعا اي حد ممكن يسمع الدردشة دي ممكن يضحك على اللي قدامه ويقول بالبلدي اتغطى كويس قبل ما تنام، لكن شغلي كطبيب نفسي ما يخلينيش اخد المواضيع بالسطحية دي، ويخليني اهتم بالتفاصيل، علشان لو كان فعلا آسر محتاج علاج اقدر اساعده. كنت مستمع جيد لآسر وهو بيحكي، وبعدها استأذنت منه وخرجت الحمام العيادة وسبت آسر في أوضة الكشف لوحده. غسلت وشي وبصيت شوية في المراية وأنا حاسس بالإرهاق، مش عارف من التفاصيل اللي كان بيحكيها آسر ولا من الإرهاق. جالي ممرض العيادة وخبط على الباب وسألني لو محتاج مساعدة لأنه حس إني غبت شوية والعيانين بيسألوا على وقت ادخلهم. طمنت الممرض عليا وقلت له ما تقلقش، وخرجت من الحمام أسأله في كام حالة منتظرة، فعرفني إن في حالتين ومش هنقدر نستقبل حالات تانية علشان الوقت اتأخر نوعا ما. ما غبتش كتير، ولما رجعت لقيت آسر منتظرني وقال لي سؤال مباشر أول ما دخلت الأوضة. سألني إن كنت مؤمن بالعفاريت والكلام ده،
ساعتها رديت عليه بيقين: أي حاجة غير خاضعة للعلوم ملهاش أساس من الصحة، وإن الكلام ده خرافات بيضحكوا بيه على العيال الصغيرة، والمفروض إن إحنا كبرنا. طلبت منه ياخد أجازة علشان يرتاح، ولو أمكن يسافر يقضي يومين في أي مكان يستجم وهيكون أفضل. كتبت له كمان على شوية أدوية أغلبها فيتامينات. وصلته لحد باب العيادة ورجعت لأوضة الكشف من تاني. الكمبيوتر كان مفتوح، فرجعت للنوتس علشان أقرأ أهم الملاحظات اللي دونتها من فترة، وافتكرت ملاحظة مهمة كنت كاتب فيها عن حالة شبه حالة آسر كده. الفرق بينهم إن الحالة دي كانت بتتعامل مع المشعوذين. كانت واحدة فاكرة إن في حد عامل لها عمل بعدم الجواز، وبتتعامل مع المشعوذين على أمل إن يتفك عقدتها. جهل وتخلف، فبالتالي ممكن يكون اللي حصل ليها من التعامل معاهم. لكن حالة آسر مختلفة تماما، لأنه لا بيتعامل مع مشعوذين ولا يعرف حد منهم. وأنا بقلب في الملاحظات اللي كاتبها رجعت المذكرات القديمة وافتكرت حاجات قلبت عليا المواجع، فقفلت النوتس وقعدت شوية أرتب أفكاري قبل ما أخد الحالة اللي بعد آسر. هو ممكن آسر يجيله هلاوس من قراية كتاب، أو إنه شاف فيلم فيه حتتين 3 رعب؟